الصالحين هو الاب السيد الرئيس الذي يا اخي نشر السلام بيننا والامان بيننا. يعني هذا كلام قلت انت في البدايه، كلمه اخيره تحب تقولها؟ كلامك جدا مهم، ويا ريت تطرش لنا الوثائق اللي تقول عنها، لاننا ننشرها ما عندنا مشكله. أنا سأرسل إليك الآن يا سيدي الفاضل الوثيقة التي أو سأرسل إليك خبر السيد عصام شرف والتحقيق معه في نيابة الأموال العامة قبل أسبوعين، واسأله وقول له إن أنا عارف كل حاجة يا فندم، عشان يجي يقمعني زي ما أرسل لي بالأمس مكالمة تهديد. أتعلم أرسلها من من تليفون سنغالي يا فندم. لما بحثت عن هذا الرقم منين؟ من السنغال يا فندم. أنا أحمد الصادق يا عصام يا شرف، وهبعت لك الآن الجريدة التي يعني باعث لك عصام شرف، باعث لك رسالة تهديد؟ انا مش عصام شرف عشان ابقى صادق، هو حد بعت لي رساله تهديد من تليفونه. عندما بحثت عن مفتاح هذا الرقم وجدت انه من السنغال يا فندم. نعم. 0022 يا فندم، من السنغال يا فندم. اكيد يبعث من برا عشان يعني عشان ما حد يعرفهم، يعني اذا يمكن انت تقول من اتباعه. يكفي ان اقول كان الذي يدير مصر الان السيد عصام شرف، والمكتب الذي بجواره مكتب ائتلاف الثوره الذي يقطن فيه السيد شادي الغزالي حرب والسيده اسماء محفوظ 6 ابريل. نعم. التي موجوده في المؤامره التي لديك في صربيا وتهديدها، والسيد الفاضل وائل غنيم المدير الاقليمي لجوجل اللي النهارده بيدور على الفقراء. يا فندم جريده المصري اليوم بالصفحه الاولى اليوم ستجد خبر ان السيد الطبيب احمد عكاشه الذي يعتبرونه طبيب المرضى النفسانيين، طبيب المجانين، بيحدد شخصيه الرئيس القادم، بيقول لك ان هو شاب متوسط الذكاء، ويصف وكانه يصف وائل غنيم. ثم تجد في نفس الجريده وبالصفحه الاخيره يا فندم وائل غنيم يكون جمعيه غير هادفه للربح لمساعده الفقراء. هذه الجمعيه يا فندم في المستندات اللي عندك تم تكوينها في امريكا، والممول لها هو السيد سورس اليهودي الجنسيه الذي عمل لديه السيد اوباما لمده 12 عام، والذي يعمل معه السيد وائل غنيم. والسيد وائل غنيم يقول لك لا انا ما طلعتش من جوجل ولا حاجه، انا خدت اجازه بدون مرتب عشان اعمل الجمعيه التي تساعد الفقراء عن طريق السيد. كلمه اخيره اخوي استاذ احمد، كلمه اخيره تحب تقولها باختصار لو سمحت؟ كلمة أخيرة يا فندم، أنا سأرسل إليك خبر التحقيق مع السيد عصام شرف ما قبل الثورة بأسبوعين. يا ليت عشان نعرضه. يعني أنا أريد أن أسألك النائب العام، قل لي ماذا حدث في هذه القضية يا سيدي النائب العام؟ قل لي أنه براءة أم أنه لم يتم الانتهاء من هذا التحقيق، وقل لي وأنشر أسباب هذه القضية كما تنشر أنت تحقيقات مع السيد الرئيس السابق. قل لي يا سيدي نائب العام ماذا تم في ملف الفاسدين الحقيقيين امثال ابن محمد حسنين هيكل، وتنشر دلوقتي ان جمال وعلاء مبارك عندهم 140 مليون و100 مليون جنيه مصري، وهو لديه في مصر يا فندم عشرات المليارات. هذا ابن محمد حسنين هيكل مزور التاريخ. نعم انا شاكر لك احمد صادق. انا نوعدكم ان في حلقه زين وشين. شكرا، يعني اعطيتك فرصه اكثر من الفرصه ما في يعني، وكلامك ممتع يعني الصراحه.